في ناس بتخاف من الضلمة، لكن عمر ما كانت المشكلة في الضلمة نفسها. المشكلة في اللي بيعيش جواها. رواية صانع الظلام بتحكي عن دكتور يحيى، طبيب نفسي شاب بيعيش في شقة في حي هادي، وبيدور ورا حالة غريبة جدا. شاب فاقد الذاكرة اسمه آدم، لكن كل ما الدكتور يحيى بيغوص أكتر في عقل آدم بيكتشف إن في حاجة ساكنة جواه، كيان، شيء بيتغذى على الخوف. المرعب مش هو آدم، المرعب هو اللي استخبى جواه. صانع الظلام مش شخص، ده كيان قديم منسي، كان بيستخدمه الناس زمان عشان يخوفوا ولادهم، لكن لما الخوف زاد الكيان رجع ياخد شكل شخص ما بيتشافش إلا لما النور يطفي. الدكتور يحيى بدأ يسمع خطوات في شقته، يشوف ظل بيقف وراه في المراية، وأكتر من مرة يصحى من النوم يلاقي النور مطفي رغم إنه فاكر إنه كان سايبه مولع. والأغرب الكيان ده بدأ يظهر في صور الكاميرا، بس بيظهر في الزاوية، دايما في الزاوية بس. كل ما يقرب من حل اللغز كان بيخسر حاجة، كان بيخسر صاحبه، وكان بيخسر شغله، ويمكن كمان يخسر عقله. في لحظة يحيى فهم إن المشكلة مش في آدم، المشكلة في كل واحد حاول يقرب من آدم ويحل اللغز بتاعه، وكلهم اختفوا. صانع الظلام ما بيجيش لوحده، انت اللي بتدعيه بخوفك، بشكك، وبإنك تبص في الضلمة أكتر من اللازم. ولو في يوم صحيت تلاقي النور مطفي ومفيش سبب واضح، ما تتحركش، واوعى تبص وراك. ده مش خيال، ده الخوف الحقيقي، ده صانع الظلام.